السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توب 7. الحلقة دي من أصعب الحلقات اللي أعملها، مش بسبب إنها معقدة في الشغل، بسبب إني هعرض فيها مشاهد بتسيء لينا كعرب وكمسلمين، سواء في الصورة الرجعية اللي جايبيننا بيها، ولا إننا أغبياء ومعاتيه وبتوع فلوس ونسوان وشهوانيين والكلام الفاضي ده، ولا أكتر حاجة مستفزة لما يجيبوا العربي بيتكلم تحس إنه عامل ميكس ما بين كام لهجة بشكل غبي، أو بيتكلم بعربي فصيح، أو عربي مكسر زي الهنود كده. لكم أتتخيلوا العته. وطبعا الصورة الأولى المعروفة عننا هي إننا إرهابيين عاشقين للدموية، عدماء الرحمة، مع غباء اللي دايما الغرب بيتفوقوا علينا بسببها، مع لبس مبهدل وعدم نظافة، مع البصة القذرة على البنات. اتفضل يا صديقي الشكل العام للعربي اللي أنا وإنت بنشوفهم في الشارع زي ما مصورنا كده، وإلى حد ما تلومهمش، لأننا إحنا العرب في أفلامنا بنصور المسلم بالشكل ده إلى حد كبير، فمستغربين الغرب بيبصولنا إزاي، مش لما نحترم نفسنا إحنا في أفلامنا الأول. ولكم أن تتخيلوا بأن هوليوود وحدها عملت أكتر من 1000 فيلم حشرنا فيهم، منهم 12 فيلم بس بينصفنا، وقرب 52 فيلم محايد، والباقي يا حبيبي تشويه صورتنا. مع أحداث 11 سبتمبر كمان بقينا شياطين وإرهابيين في عيون العالم كله، والناس العادية شايفانا بالصورة الزبالة الموجودة في الأفلام. فتخيل الكم المهول ده من الأفلام من هوليوود، ده غير الدول التانية بنفس الصورة الزفت دي. خلاص بقت حقيقة لا شك فيها، كل دول هيكذبوا. فمعلش استحملوا الحلقة دي اللي هتكلم فيها عن أبرز 7 أفلام شوهت في صورتنا إحنا كعرب ومسلمين، ونشوف الصورة المعاقة اللي جايبيننا بيها. نبدأ قائمتنا النهاردة في المركز السابع مع أحد أبرز أفلام الأكشن The Kingdom، اللي أحداثه كلها أو 90% منها في الرياض السعودية، علشان انتوا عارفين بأن السعوديين مش كفاءة كفاية لمحاربة الإرهاب، فهيجيبوا أمريكان بطيارة خاصة علشان يخلصوا الموضوع ده. واخدين بالكم؟ مش بس جايبين السعوديين ما عندهمش كفاءة لحل مشاكلهم، لا كمان مأكدين صورة ان الإرهاب ده جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، والدمار ده الشكل العادي عندنا، والسعودية رجعية كده في الشكل ده، شوارع شبه فاضية وصحراء، مباني وأماكن شكلها قديم، وتلاقي على طول عربيات بتحمل جمال، والعساكر هناك مبرقين كده وعيونهم كلها شرار، وطريقة التعامل هناك فيها همجية وعدم احترام. 1 أو 2 بس من كل اللي شفناهم في الفيلم شكلهم محترم وبيتكلموا بالرقي، ولهجة معاقة بيتكلموا بيها، مش السعودية نهائي. وشوف ازاي تحس انهم داخلين ساحة حرب وهم في طيارة، مش رايحين بلد عادي في مشكلة. بس بصراحة المشهد اللي في أول الفيلم ده عبقري، مشهد بينم عن مخرج عبقري ابن استغفر الله العظيم، لما يجيب مشهد من أمريكا الجميلة الحضارية الرايقة وما بين السعودية اللي فيها الأمن المشدد وفيه قلق من الإرهابيين، ويرجع تاني للسلام النفسي الجميل اللي هو شوف الفرق ما بيننا وبينهم. ولا المشهد ده لما طفل يرفض مشهد الانفجار والراجل إلا لازم يشوف المنظر ويتلذذ بالدموية. ولا المشهد لما يدخلوا في زي السايبر كده والعيال بتلعب ألعاب كول اوف ديوتي وكاونتر سترايك. العنف فينا يا صديقي واللي فينا مكفينا يا أخي، أبو الرسالة اللي عايز توصلها، خصوصا بأن صاحب السايبر له علاقة بالإرهابيين، يعني بيجند العيال من صغرهم، وغيرها الكتير من المشاهد العبقرية الوسخة. والفيلم الفاشل ده عرض في 2007 واتمنع عرضه في دول عربية كتيرة من كتر ما الفيلم فاشل ومريض وغبي. ونروح بعد كده للمركز السادس مع أبرز فيلم حربي مسيء لينا كعرب، Rules of Engagement. فيلم من عالم تاني، عنصري بيشوه العرب كلهم بشكل عام، أطفال ونساء وشيوخ، كله، مش إرهابيين بس. ده حتى السفيرة الأمريكية في اليمن انتقدت الفيلم في مؤتمر صحفي ووصفته بأنه الأسوأ على الإطلاق، وعنصري جدا وبيعمق الكره ما بين العرب والأمريكان. تخيل السفيرة الأمريكية نفسها كرهت الفيلم، ما بالك بينا. والفيلم الفاشل ده عرض في سنة 2000 وعمل ضجة كبيرة أيامها، ومفيش سنة وجت أحداث 11 سبتمبر كملت الناقص. وفكرة الفيلم عن مجموعة مارينز
كانت بتنفذ عملية إنقاذ في السفارة الأمريكية في صنعاء من المحتجين على وجودهم في البلد، وضرب جنود المارينز النار على المدنيين المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أكتر من 80 واحد. مذبحة مش محاربة إرهابيين. وطول الفيلم الأمريكان بيحاولوا يحققوا ورا اللي حصل ويبرئوا نفسهم منه، وتعرض الأمريكان لهجوم عنيف من العالم كله. فهيرجع صاحبنا ده لليمن تاني علشان يحقق ويشوف أي دليل يبرئهم، ولقى الشريط العبقري ده مع اللقطات العبقرية دي اللي من اللالا لاند، اللي تأكد بأن المتظاهرين دول كانوا ناويين بعملية إرهابية أو حاجة زي كده. والفيلم بيصور لك بأنه قتل العرب والمسلمين عادي لأنهم إرهابيين وهمج، زي هنا مثلا لما تشوف مدى همجيتهم وعنفهم وعدم إنسانيتهم، مع إن المشهد واقعي لأنهم كارهين اللي قتلوا أهلهم وناسهم، بس هنا متصورين بشكل همجي وإن صاحبنا ده غلبان مسكين زعلان عليهم. وشوف بقى التقدم في اليمن عامل إزاي، لك أن تتخيل دي مستشفى. والله ما تستغربش، ده شكل المستشفيات في صنعاء، ودول أطفال اليمن المضحوك عليهم من الشريط العبقري، دليل الإدانة. أكاد أموت من فرط الذكاء والله، عبقرية. وندخل بعد كده لفيلم جديد يشلنا في المركز الخامس، الحصار، اللي مش بيسيء لينا كعرب، هو بيسيء للمسلمين عامة سواء عربي أو أمريكي. وهتشوف كمية غل وحقد واضحة على المسلمين والتشكيك في كل مسلم عايش في أمريكا سواء أمريكي أو طالب أو عامل. وهتلاقي فيه رسائل مخفية وسموم كده بينشروها في المحادثات والكلام، ده غير تصوير الصلاة في المساجد والناس بتتوضى وشيخ بيأذن في المسجد، وبعدها على طول تحصل عملية إرهابية. تتوقع كده عايزين يوصلوا للناس إيه؟ هسيبها لدماغك. وفي أول الفيلم هيتم الإعلان عن القبض على رأس منظمة إرهابية كبيرة في السعودية، راجل شكله شيخ كده وبيقرأ قرآن وبيستغفر طول الوقت والكلام ده، لأن ده رمز الإرهاب اللي يتخاف منه. وفكرة القبض عليه هتهيج أتباعه المسلمين في نيويورك ويبدأوا بسلسلة تفجيرات وعمليات إرهابية، مما هيخلي الجيش يتدخل بعد فشل ال FBI، وهيعملوا حملة اعتقال واسعة لأي مسلم تقع عينيهم عليه، أمريكي عربي مش هيفرقوا، وهيركزوا على الجاليات العربية والمسلمة، وهيستخدموا العنف مع واحد منهم لغاية ما يموت. وبسبب ده هيحصل صراع ما بين ال FBI والجيش، لأن اللي حصل ده مش إنساني. عجبني الخبث بتاع شد وإرخاء الحبل ده علشان يظهروا بمظهر المحايدين، مش جو الخير المطلق والشر المطلق اللي خلص من 100 سنة ده. بس يا ترى لما أي شخص في العالم ما يعرفناش كمسلمين يشوف الفيلم ده، مش هيترسخ في دماغه فكرة إن الدين بتاعنا بيحث على الإرهاب والتفجير، وإن قتل الأبرياء ده شيء عادي عندنا، وإن أمريكا بالرغم من عيوبها ومشاكلها إلا إنها الحل الوحيد لمحاربة الإرهاب ده؟ فيلم قذر وخبيث جدا، ودايما بيربط العمليات الإرهابية بالمساجد والصلاة والوضوء والكلام ده كله، لأنهم واحد حسب الفيلم ده، غير طبعا اللغة العربية المعاقة اللي فيه من كوكب تاني. يعني لو عايز تتعلم لغة عربية معاقة أنصحك بالفيلم ده. ونطير بعد كده للمركز الرابع مع الفيلم اللي رفضوا العرب والإسرائيليين، ميونخ. الفيلم المكروه من العرب والصهاينة بسبب ان كل واحد فيهم شايف ان الفيلم شوه في صورته وتجاوز في حقه وفي قضيته. زي مثلا الإسرائيليين اعترضوا عليه علشان الفيلم ظهرهم بشكل وحشي جدا، نفس صورة الإرهابيين، يقتلوا بدون رحمة وبطرق شنيعة، وعادي يقتلوا أبرياء في النص. ده غير انهم نقضوا كل المعاهدات الدولية في سبيل تحقيق هدفهم، لأن الموساد بعت 4 إسرائيليين بعد ما قطع أي صلة بيهم علشان لو اتمسكوا يبقوا إرهابيين اتصرفوا من دماغهم. وطبعا ده بيشوه صورة إسرائيل، بالرغم من إن مخرج الفيلم ستيفن سبيلبرغ يهودي الأصل. وده يدخلنا لليه العرب رفضوا الفيلم، بسبب إنهم جايبين الفلسطينيين يا إما حالهم مزري ويصعب على أي حد، أو إرهابيين عدماء الرحمة في سبيل تحقيق هدفهم. بس مش دي المشكلة. المشكلة بأنه في حوارات خبيثة، زي مثلا في حوار معناه بأن الفلسطينيين بيحاولوا يسترجعوا أرض ما كانتش ليهم من الأول. ده غير حتة أن الفلسطينيين بيجروا ورا سراب حلم استعادة الأرض اللي مستحيل يحصل، مع أن في آخر الفيلم هيقول مسؤول إسرائيلي بأنه بوجود الناس دي هتختفي إسرائيل.
ده غير برضو في محادثات حسيت بأن الفلسطيني ضعيف ومش قد النقاش، بينما الإسرائيلي واثق من نفسه، فالفلسطيني في موقف الضعيف المهزوم. ده غير في حوار بيلمح لحتة إن الفلسطينيين بيتاجروا باللي بيموت من عندهم علشان يستعطفوا العالم لقضيتهم، وإن إسرائيل مش عايزة تعمل زيهم. هي ممكن ما اتقالتش صريحة، بس واضح القصد. تخيل إنك في الفيلم سويت صاحب الحق بمغتصب الحق، حاجة خبيثة فعلا، أو سذاجة، أو محاولة غبية في معالجة القضية العربية الإسرائيلية، خصوصا هنا لما جاء فلسطيني عايز يشغل أغنية شرقية والإسرائيلي عايز يشغل أغنية من بلده، فجه صاحبنا شغل أغنية غربية أرضت الاتنين. وحسب استنتاج البعض بأن المخرج حاول يلاقي حل لمشكلة العرب مع إسرائيل، وهي القعود على طاولة المفاوضات تحت عيون الغرب علشان يوصلوا لحل وسط، ولا كأن الكلام ده حصل فعلا 100 مرة قبل كده. والكلام على فكرة في الفيلم ده هيطول جدا، فخلونا نروح للمركز اللي جاي أحسن. ونروح بعد كده للمركز الثالث لأبرز فيلم أكشن مسيء للعرب، True Lies. أحسن فيلم يعلمك عربي، لغة عربية غبية جدا من اللالا لاند، مش عارف الواحد يتعصب من التخلف ده ولا يضحك. والفيلم ده عرض في 1994 وكان أكتر فيلم في التاريخ أيامها بميزانية عالية، مع إنه فيلم متخلف في المؤثرات البصرية وبيشوه صورة العرب جامد، اللي عادي جدا يقتلوا مدنيين أبرياء في سبيل الجهاد. لكم أن تتخيلوا العهر وصل لأي مرحلة. والفيلم بيصور العرب أو الجهاديين بصورة الإرهابيين، خصوصا كمان لما عربي إرهابي متخلف يكون تحت إيده نووي. تتوقع هيعمل بيه إيه؟ أكيد هيهدد الأمريكان إنهم يطلعوا من الدول العربية نهائي، وإلا هيفجر كل أسبوع ولاية أمريكية. مع إنه مفيش فلسطيني أو جهادي هيفكر بالشكل ده، لأنهم أكتر ناس داقوا الويل من قتل أهلهم، فإزاي هيعملوه في الناس التانية؟ ده غير إن الدين بيجرم القتل بشكل عام أصلا، إلا دفاعا عن النفس فقط. لا، وكمان جايبين بإن طلب زي إن الأمريكان يطلعوا من المنطقة العربية ويبطلوا في قتل الشعوب العربية، ده جرم والمفروض ما يحصلش. وطبعا فيلم معاق زي ده اتمنع عرضه في الدول العربية، وكمان اعتبروا الكتير إنه أسوأ فيلم في التاريخ بيشوه صورة العرب والمسلمين، وكمان الصورة دي الأسوأ بعيون الغرب. ما إزاي هتتعاطف مع واحد بيهدد بقتل الأبرياء بنووي؟ مفيش عاقل هيتعاطف معاه، ولا كأنهم عملوها قبل كده زمان. والمصيبة إنه بيتعرض على قنوات عربية عادي، مش فاهم إزاي. ونروح بعد كده للمركز الثاني مع المعلم الكبير، أوسخ فيلم بيشوه شكل العرب والمسلمين، The Dictator. بمعنى الكلمة أوسخ فيلم ممكن تشوفه. هو كوميدي وانتشر عندنا أيامها في 2012، بس مش عارف إزاي الواحد قدر يتفرج على فيلم كله تريقة واستهزاء بينا كعرب. أنا شفت لقطات منه وفور لي أعصابي، مش متخيل شعور اللي شافه كامل. ده غير كمان مليان عري وجنس وتلميحات جنسية فجة. ما هو بيتكلم عن العرب واحنا ابو الحاجات دي. ده حتى يا مؤمن في امريكان اعترضوا على سفالة الفيلم، فما بالك بينا احنا؟ وطبيعي جدا كمية السفالة دي لان بطل الفيلم ساشا كوين من اصل اسرائيلي. لك ان تتخيل كمية الحقد اللي جواه ناحيتنا، اسرائيلي يمثلنا احنا كعرب. والفيلم على كلامهم مقتبس من رواية لصدام حسين، والفيلم نفسه بيتريق على زعيم ليبيا الراحل القذافي. هو ما اتقالتش صريحة، بس واضح قوي انهم بيتكلموا عنه، زي مثلا الحرس الخاص بيه كلهم ستات. ده غير لمح لصدام حسين وبن لادن وغيرهم من الشخصيات المكروهة عند الغرب، بحيث ان الدكتاتور علاء الدين في الفيلم شغال على مشروع نووي علشان يحارب بيه اسرائيل، وكمان بيقوى ارهابي تم قتل شبيهه السنة اللي فاتت، يقصد 2011 سنة موت بن لادن. واضحة. ده غير الفيلم كله تريقة على شكل العرب وطريقتهم في الكلام، حتى اللغة العربية نفسها ما سلمتش منهم، ومطلعين الحاكم ده شهواني جدا وبتاع ستات زي العرب كلهم طبعا، وغيرها من الحاجات المستفزة جدا. وقصة الفيلم عن ديكتاتور بيقتل كل اللي بيعارضه، وبيحاول بكل الطرق انه يمنع الديمقراطية في بلده، فهيسافر لأمريكا علشان يوضح للعالم حقيقة مشروعه النووي، وكمان علشان يتعرف على الديمقراطية هناك ويعرف يمنحها ازاي عنده.
وبعد كده في شبيه له هيظهر وياخد الحكم مكانه وحوارات كتيرة كده. وزي ما عودتكم هجيب لكم أبرز الأفلام اللي ترشحت بقوة للقايمة دي، زي مثلا فيلم ذا هارت لاكر اللي بيظهر شكل المقاومة في العراق ضد المحتل الأمريكي إرهاب مش شخص بيدافع عن أرضه، ولا فيلم سيريانا اللي بطله الحاقد الكبير علينا جورج كلوني اللي بيمثل دور عميل في CIA. وأكيد الفيلم بيظهرنا بمظهر الإرهابيين ده العادي، بس الغريب بإن في ممثلين عرب في الفيلم، مش فاهم إزاي، خصوصا عمرو واكد اللي طالع دور إرهابي في الفيلم فعلا. طب ليه؟ هي ناقصة تشويه في صورتنا؟ هو بمشاركته في الفيلم أكد وجهة نظرهم بالمناسبة. ولا فيلم ذا مامي اللي كعادة الأفلام القذرة اللي بتشوه صورة العرب بحيث جايبينهم أغبياء ومعاتيه وشهوانيين، الصورة المعروفة عننا في الأفلام القديمة القذرة. ولا فيلم من أفلام إنديانا جونز اللي كعادة السلسلة دي بشكل عام بيجيبوا لك العرب رجعيين جدا، متخلفين وأغبياء وهمج وشهوانيين، العادي بتاعنا. وبعد بقى اللي شفناه ده كله خلونا نروح لأقذر فيلم بيشوه صورتنا. ومعانا في المركز الأول أوسخ فيلم بيشوه صورتنا إحنا كعرب ومسلمين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص، A Hologram for the King. توم هانكس في الفيلم ده أبدع جامد في التقليل من العرب وتشويه صورتهم لأقصى درجة وسخة ممكن تشوفها، والأقذر من ده كله إنه تجرأ على المرأة السعودية العربية المسلمة. لك أن تتخيل القذارة وصلت لأي ليفل. والفيلم بيتكلم عن رجل أعمال أمريكي هيسافر للسعودية علشان يطور في بلدهم أو حاجة زي كده، وجايبين البلد صحراء والجو المستفز ده، وجايبين السعوديين متخلفين وسذج يضحك عليهم بسهولة، يعني صورة نمطية سافلة عن العرب. بس هيتعرف بعد كده على دكتورة نفسية بحواجب بتاعة أفلام الرعب وشكل غضب ربنا عليها وهي لابسة الحجاب، بس هتتحرر من كل ده بعد ما عرفت صاحبنا وتقلع الحجاب عادي ومايوهات وتعري وحاجات آخر دلع. ما هي الست السعودية محتاجة واحد متحضر علشان تتحضر هي كمان وتخرج من الكبت اللي عايشة فيه. أموت أنا في الأفكار اللي جاية من اللالا لاند دي. ده غير كمان السفالة لما يدخلوه مكة بعد ما تنكر زيهم، الأرض اللي ما يدخلهاش إلا المسلم، لك أن تتخيل. وهيجيبوا توم هانكس هيعاني من قلة الذوق للسعوديين بحيث إنه كل ما ياخد ميعاد مع مسؤولين يتأجل، وكمان هنشوف المعاناة في سوق خدمة الإنترنت والأكل مش قد كده، وكمان التكييف زي الزفت والدنيا أغلبها صحراء، وده عكس الواقع تماما. وفي ناس بتقول إن الفيلم عبر عن العرب بشكل عام وصريح من كذب وخداع واختراق للقوانين والكلام ده كله، وإن العرب والمسلمين بيأدوا العبادات بدون إحساس زي الآلات. وأنا ممكن أتفق في بعض الكلام ده، بس هل ده يدي الحق للغرب بأنه ينظر علينا كعرب؟ وتصوير المرأة السعودية بالشكل ده كواحدة عندها استعداد للانحراف بمنتهى البساطة. هو أكيد في ستات عربيات كده زي أي دولة في العالم، بس ده ما يدلهمش الحق إطلاقا إنهم ينظروا علينا ويتكلموا عن الفضيلة. والسعوديين ليهم كل الحق في الاعتراض على الفيلم اللي خسر واتبهدل بالمناسبة بعد ما استمر تصويره 3 سنوات تقريبا. ايه رأيكم معانا في القايمة؟ لو عندكم رأي تاني ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات مختلفين معانا في ايه، او ايه افلام كانت المفروض نجيبها معانا وما جبناش، واكتبوا لنا ارائكم برضو، ولو حابين نتكلم عن حاجة معينة اكتبوها لنا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يبقى ريت تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم جديد القناة، وتفاعلوا معانا كده، وكمان اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت. ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.